أول رقاصة مثقفة، وأول بس مش مثقفة كانت، أيوة، غير إنها كانت بتعرف تقرا وتكتب ومتعلمة، لا دي كانت مثقفة جدا جدا، لدرجة إن هي ثقفت نفسها بنفسها وأتقنت 4 لغات. كانت عندها 4 لغات، وكمان قرت حوالي 1000 كتاب. بعد ما قضت فريضة الحج وأنشأت مركز إسلامي كبير. فنانتنا النهاردة اللي هنتكلم عنها هي الفنانة الراقصة الممثلة المصرية هاجر حمدي. اسمها الحقيقي فتحية أحمد السيد النجار. هي من مواليد مدينة طنطا، محافظة الغربية، مصر، ممثلة مصرية. طبعا هي اتولدت في 10/3/1924. اتوفت في 7/11/2008، يعني ماتت كده عندها 84 سنة. فنانتنا النهاردة تو ما والدها اتوفى. طبعا والدتها بعدها بفترة اتجوزت. بعد ما والدتها اتجوزت قررت ان هي ما طاقتش العيشة ونزلت على مصر على طول. اول ما نزلت على القاهرة طبعا راحت وعاشت وهربت وراحت عند خالها، عاشت معاه وقعدت معاه. طبعا هي كانت عايزة تدور على شغل عشان تقدر تكفي نفسها وتقدر انها تكون مسؤولة عن نفسها. وبالفعل اول ما شافتها صاحبتها بقى اللي هي اتعرفت عليها، يعني هي دلتها على كازينو مديعة مصابني، ومن هنا كانت بدايتها. وأول ما ابتدت إن هي تشتغل، كانت بتشتغل زي كومبارس، أو إن هي بتؤدي أي رقصة من الرقصات اللي بتحصل في الفيلم كانت بتقوم بيها. اللي اكتشفها الفنان يوسف بيك وهبي، وبالفعل اداها دور في فيلم، وابتدت تتوالى عليها الأعمال وعملت حوالي 60 فيلم. وكانت هي من ضمن الأفلام اللي هي قامت بيها بعد ما قامت بأدوار كومبارس وكراكسة، إن هي كانت عملت فيلمين بس هم ببطولتها، لكن بقية الأفلام كانت بتقوم بأدوار ثانوية يعني تعرفها. يعني زي مثلا اللي هي كان من أهم أعمالها كان أبو حلموس والشاطر حسن وعنتر وعبلة، سفير جهنم، جواهر، بنت المعلم، حسن وحسن، الفنان العظيم، رجل المستحيل، أنا وأنت، أول نظرة، المغني المجهول، الماضي المجهول، وكتير كتير من الأفلام. لكن هي قامت ببطولة فيلمين بس، وهما المعلم بلبل وعلى قد الحافك. طبعا هي كانت خدت فترة واعتزلت الفن فترة، بس رجعت تاني وعودت، لكن برضو ما عجبهاش الحال ورجعت اعتزلت تاني واشتغلت في الأعمال الحرة، واكتفت انها عايزة كانت تربي ابنها. طبعا كانت عملت مسلسلين. كان آخر عملها كان المسلسلين دول كانوا سنة 1995 وسنة 1996. المسلسلين دول كانوا ايه؟ الزواج على طريقتي، والمسلسل التاني كان حواء والتفاحة. فنانتنا كانت أول مرة اتجوزت، كان في طالب كده. كانت هي لما كانت عايشة مع خالها كان عايزها بعتها للراجل الحلاق علشان يحلق له ودقنه. فبالفعل لما راحت تطلب الراجل فقابلها حد طالب وأعجب بيها يعني وعكسها والكلام ده كله، وطلب منها الجواز واتجوزت. لكن قالت له ان هي مش بتحبه، وهو عيط وهي عيطت وبكى، ويتم الانفصال بعد فترة صغيرة قوي. طبعا هي اتجوزت للمرة التانية من الفنان كمال الشناوي، وأنجبت ابنهم محمد الشناوي. طبعا هي بتقول ان هي كمال الشناوي يعني حصل موقف كده ان هو بعد ما ضربها بالقلم على طول هو تم الانفصال على طول. طبعا هي اتجوزت للمرة الثالثة من الدكتور محمد فياض، وراحت سافرت معاه هناك في امريكا وقعدت معاه 5 سنين ورجعت تاني على مصر. المرة الثالثة اتجوزت من وجدي عبد الصمد، وخلفت منه ابنها التاني اللي هو رضا. رضا ده مقيم دلوقتي وقاعد في لندن. طبعا هي اتجوزت للمرة الرابعة من الإذاعي علي عيسى، وفضلت معاه إلى أن رحل، وخلفت منه بنتها عزة وابنه عمرو، يعني خلفت منه 2. الفنانة هاجر حمدي أدت فريضة الحج، وأول ما أدت فريضة الحج قررت ان هي تعمل مركز اسلامي كبير. المركز الاسلامي دوت
يعني يبقى في جمعية خيرية بتساعد الفقراء والمساكين، وكمان في مستشفى تساعد الناس المحتاجة، ودار رعاية للأيتام، ودار رعاية للمسنين، ورعاية للمكفوفين. وده كان العمل اللي عملته بعد ما أدت فريضة الحج. وكانت مواظبة جدا إن هي لازم كانت بشكل يومي لازم تنزل وتصلي في المسجد صلاة الفجر وتصليها جماعة. وكانت بتحب بعدها إن هي تقرا القرآن وتفاسير القرآن وتفسير الأحاديث. كان كل شغلها الشاغل إن هي تطلع على أمور الدين، ويكون عندها وعي أكبر بالدين. فنانتنا الفنانة هاجر حمدي حست ان هي لما هتتوفى يعني، فجابت بنتها وجابت المصحف، وخلت بنتها تقسم على القرآن ان هي تاخد بالها من المركز الاسلامي اللي هي انشأته، ومن بعدها ان احفادها يعني ياخدوا بالهم من المركز الاسلامي دون. وهي دي كانت آه وهي دي كانت وصية الفنانة هاجر حمدي لبنتها واحفادها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. فضلا وليس امرا، لا كل ما جاش نورني في قناه اتمنى يجي ينورني، واتمنى عيلتي تكبر اكتر واكتر، واتمنى ان انتم ممكن تفعلوا زر الجرس. فضلا وليس امرا. متشكره للحبايب اللي معايا، متشكره للحبايب اللي جم نوروني، متشكره للحبايب اللي جوه مصر وبره مصر. متشكره ليكم قوي، والف مليون شكر. كل سنه وانتم طيبين وبخير. وخلاص رمضان فاضل عليه، ممكن يكون العيد بكره او بعده وخلاص هيودعنا. ومتشكره ليكم قوي قوي. كل سنه وانتم طيبين وبخير. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الف مليون شكر.